ازيكم يا جيمر؟ طبعا بعد اخر فيديو نزلته عن معرض فيراري قلت لكم لو عايزين جزء تاني انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات، والحقيقه ان انتم ما قصرتوش فعلا. انا جالي بتاع 10 مليون كومنت قالوا لي اعمل لنا جزء تاني اعمل لنا جزء تاني، وجالي بقى 8 مليار مشاهده على 10 مليون لايك على 30 مليون سبسكرايب. فبجد شكرا، وعشان كده جاي لكم بالجزء التاني، وهو تم بحمد الله فتح معرض بي ام دبليو. بس قبل ما نكمل ما تنساش بقى الاشتراك واللايك وزر الجرس والحاجات الجميلة دي. الفيديو لو عجبك ما تنساناش باللايك لو عجبك، لو ما عجبكش خلاص، بس بالله عليك اعمل لايك والنبي. هي دي مش شحاتة بس دي شحاتة بصراحة. اعمل لايك اعمل لايك معلش عشان خاطري. والله انت بتخليني، يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده. ويلا بينا من الاول وبسم الله فلنبدأ. اهي دي شكل العربيات بعد ما العربيات البي ام المفروض هنروح نوصلها للمعرض وكده. ايه رايكم؟ انا حبيت اختصر عليكم بس بدل ما كل شويه اقعد اركبهم واحده واحده وكده. فيلا بينا نتكل على الله وبسم الله فلنبدا. بصوا عداد سرعه وحوارات اهو، روق عليكم. فكرة ان احنا مش عايزين نعدي سرعه المية عشان العربيات ما تقعش، لان زي ما انتم شايفين بصوا العربيه بتتهز ازاي. يعني العربيه بتتلكك انها تقع. بسم الله. بالراحه، ده كلهم بيتلككوا انهم يقعوا. اه الحمد لله ركبناهم اهو. ندور بقى ونتكل على الله تاني. احنا اصلا كنا ماشيين عكس، عايزين نمشي بالراحه، مش عايزين نطلع عن سرعه المية عشان ما يحصلش ده تاني. ايه ده ايه ده؟ هيعملوا زي قريه الناس المجانين اللي احنا كنا فيها في الجزء الاول. هو في ايه؟ وانا ماشي عكس. طب يلا بقى بسم الله. حاسب. افضل علينا على المية، بقول لكم مش عايزين نعلى عن المية. انا عديت المية، كنت على 120 او 130. حاسب يا عم، انت ايه مش شايفني؟ وسع. اهي البتاع الكبيرة بس مش هنطلعها بقى، هنكمل على طول. اللعبة مش مستحملة اللي بقى كل اللي بيحصل فيها ده. هو المفروض ان احنا نخش من نفق. ايه ده ايه ده؟ العربية بتمشي ليه كده؟ وسع يا ابني عشان أنا داخل. هما ايه جايين في تزنيق فيلا. كان في سنة لاج في اللعبة. بص انا على 130 على 126 فربنا يستر. انا فعلا طاير. طاير عشان الحمال اللي معايا يعني. المفروض نخش كده طب ولا ايه؟ طب ايه طب؟ طب انا لو دخلت كده كده عكس. ماشي يعني المفروض ندخل كده. ربنا يستر بقى وما نعملش حوادث بقدر الامكان يعني. بس المفروض ان احنا هنمشي عكس تقريبا، يعني المفروض هنمشي كده اهو عكس. ربنا يستر. كان في بنزينة هنا بس مش مهم، مش لازم نمول يعني. العربية تقريبا متفولة. ايه يا عم ايه يا عم مش شايفني مش شايفني؟ ايه يا اعمى يا اعمى. طب انزل له ده اديله طلقتين ولا اعمل ايه؟ لا لا. الدنيا ما بتديش غير للي يقدر ياخد. ربنا يعوض عليا، هعمل ايه؟ بلبط بلبط. حظك اني شلت مود القرش، حظك. او يا اما هو موجود تقريبا ما شلتوش، بس ده عشان ترعى مثلا تيجي في الترعه. ايه اطلع، مش ده سلم اطلع. هو في ايه؟ يابا ده سلم المفروض بنطلع عليه. هو ولا راضي يطلع على السلم ولا راضي يعمل اي حاجه. هحاول اتصرف واجيب عربيات تانية، لان انا العربيات دي انا كنت مأمن عليها. فهكلم شركة الشحن وكده وهقول لهم إيه النظام. يعني هعمل ايه؟ انا عرفت اعمل ايه. انا هكلم شركة بي ام، مش انا عمال اعمل لهم دعاية وحاجات وحركات، عشان انا متأكد ان في على الاقل 20 منكم اشتروا عربيتين تلاتة من العربيات اللي عندي دي. فهنكلمهم دلوقتي. الو، معايا صاحب عربية مصنع بي ام. اه تمام. طب دلوقتي انا كنت عامل لكم دعاية وحاجات وكده، وكنت متفق ان هاخد منكم 4 عربيات. اه تمام. اه الحمد لله انا خدتهم وكده، كنت ناوي اعمل حلقة حلوة
بس للاسف وقع مني في الترعه. ايه؟ طب ليه الغلط طب؟ بصوا هم قالوا لي في خلال 24 ساعه هنرجع لكم العربيات، فتعالوا نشوف بقى رجعوهم ولا ايه. Surprise, motherfucker. نشوفوا فعلا انهم رجعوا العربيات بس بنمط مختلف، يعني من الوان مختلفه انا ملاحظها. وبصوا العربيات طايره ازاي. عموما تعالوا بقى نتكل على الله ونمشي واحده واحده وناخد الطريق بقى الاخر، بس واحده واحده. لا وايه السرعه دي؟ ايه السرعه دي؟ ماشي على 140. اللعبه بتاخدني الصراحه، يعني مش بمزاج، ما اعرفش اتحكم فيها. حاسب يا ابني حاسب. العوجة ده احنا وصلنا للمدينه اللي فيها ناس مجانين اهم. اهم بصوا واحد بيضرب عليا اهو بالام 4 اهو. اهو تاني وهو بوازيك والشغل ده. لا ما مش هياكل الشغل ده. يا لهوي واحد ضرب عليا ببازوك. صلح بسرعه صلح، العربيه انفجرت. الحمد لله صلحتها. يا لهوي واحد ضرب عليا ببازوكا. طب اعمل ايه؟ ايه الناس دي؟ هو في ايه؟ مش فاهم انا ليه كل ما اجي القريه دي وليه انا معايا معرض عربيات في مكان زي ده؟ ليه؟ ما كان ممكن يبقى في اي حته، ليه لازم هنا؟ ليه؟ لأن أنا واد بضاعة. ربنا يستر. وانا رحت فين؟ بس الناس نازله من العربيات وبيجروا ورا بعض وبيضربوا بعض. ليه المكان ده كله شر زي كده؟ لو سامعين الاصوات. عموما احنا داخلين اهو على المكان. احنا وصلنا يعتبر يعني. مش فاهم انا ليه عندي معرض. اوف ده في عربيتين انفجروا. طب ايه اكلم بي ام تاني؟ ما تيجي يا خو. انفجروا هعمل ايه طب؟ قلنا احنا كده وصلنا للمعرض. اهو المعرض يا جدعان وصلنا. والكاوتش برضه زي المره اللي فاتت اتخرب. كاوتشين كمان. اهو معرض بي ام دبليو. عايزين بقى نكلم الشركة نقول لهم نستسمحهم يعني يجيبوا لنا عربيتين مكان اللي باظوا دول. ايوه يا ابني. والنبي اديني صاحب معرض بي ام تاني معلش. صاحب المصنع. اه لا يا باشمهندس. معلش ممكن تبعتوا لنا عربيتين كمان. طبعا انتوا مش عايزين تعرفوا ايه اللي قال لي ايه في خلال ايه ده عليا بلاغ. لا استنوا ننزل كده. بلاغ ايه ده يا باشا؟ بلاغ ايه معلش؟ بلاغ ايه؟ موت بقى اهو انت في مكاني. المفروض لما بقتل ظابط بيتخصم لي نجمتين، بيجي لي نجمتين، لكن ده عشان في مكاني جالي نجمه واحده. وبرضه تقريبا الحكومه مجنونه برضه في اللعبه دي. بص العربيه وقعت، باظت اتحرقت وقعوا. اهو بصوا دي كمان بايظه. يلا اهو بصوا الغبار من كتر العفار وكل ده من كتر اللي بيحصل. حضرتك بتقول ايه؟ تعال ننزل بقى العربيتين. يا رب صاحب المصنع بي ام بجد ما يشوفش الفيديو ده. الحمد لله قدرت ارجع 3 عربيات. والصراحه شركه بي ام كتر خيرها بعتولي عربيتين. هما بي ام برضه بس معفنين شويه، بس هو احسن من ما فيش. وبعتولي تقريبا غلطوا وبعتولي عربيه تانية هي اللي عندي اللي هي ما انفجرتش، لانها محدد يا عم الحاج يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. ما حددتش ليهم ايه نوع العربيه. معلش ان هي بتيجي معايا كده يعني. ماشي فتعالوا ناخد الفلوس دي. وطبعا مش هكتشف معاكم المعرض اللي احنا اكتشفناه في الجزء الاول، فانت لو مشوفش الفيديو ارجع شوفه هيعجبك انا واثق فيك. وبس ده كان فيديو النهارده. لا يا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنساناش بقى باللايك والمتابعه والحاجات الجميله دي. وكنتم مع صالح علي وبس. دي كانت حلقتنا النهارده. لو عايز الجزء التالت تنزل اكتب لي في الكومنتات، ولو عايز اي نوع عربيه انت عايزها قول لي وانا اجيبها لك. وبس كده سلام.